التيك توك الأولى للأهلي في موسم الانتقالات إيفرتون دا سيلفا الجناح البرازيلي صاحب ال 28 عام. إيفرتون بيلعب في الدوري التشيكي، قيمته التسويقية على ترانسفير ماركت 3 مليون يورو. تعالوا نعرف مع بعض كل حاجة عن إيفرتون والصفقة وصلت لحد فين. أولا رقميا اللاعب الموسم ده مع نادي بانيك التشيكي لعب 17 ماتش. 17 ماتش دول عمل فيهم إيه؟ مسجل 10 أهداف وصانع 3، يعني عامل 13 مساهمة تهديفية في 17 ماتش، وده رقم كويس جدا بالنسبة لجناح شمال. دا سيلفا بيقدر يلعب في كذا مكان، بيقدر يلعب صانع لعب وبيقدر يلعب كمهاجم صريح أو راس حربة صريح، ولكن بيتميز جدا ومركزه الأساسي في الملعب هو الجناح الشمال طبعا، واللي بيتميز فيه واللي بيطلع فيه كل موهبة. طيب يا عم بلال، ايه اللي بيميز ايفرتون ده عن اي جناح تاني؟ تعال اقول لك ايه اللي بيميز ايفرتون ده، وهل هو فعلا هيبقى زي صفقه زافيو كده اللي جه وما عملش اي حاجه واي بصمه تذكر ومشي، ولا هيبقى صفقه مميزه فعلا وصفقه كبيره يستحق يرتدي تيشيرت النادي الاهلي؟ تعال بسرعه اقول لك مميزات وعيوب وكل حاجه عن ايفرتون دا سيلفا. ايفرتون لعيب سريع جدا مهاري جدا غير سافيو تماما، حاجه من ريحه السامبا البرازيليه. جناح عنده حلول فرديه بشكل كبير، وده اكتر حاجه الاهلي محتاجها دلوقتي في ظل فقر الاجنحه الموجوده في الاهلي. كمان لعيب بصير مميز جدا ورجله مظبوطه سواء في التمريرات او التسديد من خارج منطقه الجزاء، وليه اهداف كتير وتسديدات من بره ال 18. واللي يثبت لك دقه تسديداته دي انه مميز كمان في ضربات الجزاء وتنفيذها. طيب ايه ممكن يعيب دا سيلفا؟ تكوينه الجسماني القصير الى حد ما. هل ده ممكن ياثر عليه في مباريات افريقيا مثلا؟ هل هيقدر يجاري القوه البدنيه الافريقيه؟ دي كلها اسئله بتطرح نفسها قبل اتمام صفقه ايفرتون بشكل رسمي. طيب ما تيجي نحلل ونشوف كام هدف كده لايفرتون ياكدوا كلامي وكل الهري اللي انا هريته فوق ده. يلا بينا يا باشا. وده اول هدف معانا، وتسديده من قبل ال 18 بشويه، تسديده قويه، ولكن مش دي اللعبه المميز فيها ايفرتون، لسه استنى معايا شويه. وده تاني هدف واكتر هدف بيثبت لك دقه تسديداته وتمريرات ايفرتون، وانه لعيب صاحب رجل مظبوطه ودقيقه. الراجل لمح الحارس بس متقدم شويه وهو من قبل نص الملعب كمان يسكت، قام مديله من قبل نص الملعب ولب عالمي في المرمى، وهدف من احلى الاهداف اللي ممكن تشوفها في حياتك تقريبا. هنا بقى نيجي اللعبة الأهم واللي أنا بقول لكم عليها إنه مميز بيها جدا، القصرة والار 2 عالمي في المقص حيث يسكن الشيطان، وده أول جول معانا بالطريقة دي. والهدف اللي بعد كده بنفس الطريقة برضه، وكرة راجعة من الدفاع من غير تفكير مرتين حيث يسكن الشيطان في السوكة فوق. وده هدف إهداء لكهربا وجول لب عالمي وإنهاء عالمي بدقة مميزة جدا برجل واضح إنها حساسة. تعال اقول لك بقى يا حبيب قلبي على اخر اخبار الصفقه. اخر اخبار الصفقه ان الاهلي عايز واللعيب عايز والفريق التشيكي عايز، يعني 3 اطراف مرحبين، ولكن الاهلي عايز يخلص على قسطين ب 2 مليون يورو. 2 مليون يورو على قسطين. النادي التشيكي عايز يخلص ب 2 مليون يورو 600 كاش. النادي التشيكي عايز يخلص على طول الصفقه كاش، مش عايز اقساط، عايز 600 الف يورو زياده عن الاهلي عرضه. الاهلي طبعا احنا عارفين كابتن بيبو وكابتن خطيب بيحاول يقلل النفقات على قد ما يقدر، فطبعا لسه الصفقه ممكن ايه تقعد شويه كده لحد ما يقعد يفاصل شويه، الله اعلم هتطير ولا مش هتطير. بس اللي انا عارفه ومتاكد منه ان اللعيب قريب جدا. اللعيب اقرب صفقات الاهلي في الانتقالات الشتويه. الموضوع قريب، الاهلي قرب يخلص. دي كانت كل حاجه عن ايفرتون دا سيلفا الجناح البرازيلي اللي الاهلي تقريبا هيبقى اول صفقات الاهلي في يناير. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو وكمان سبسكرايب لقناة اليوتيوب وشير في كل مكان عشان الفيديو يوصل، ودعمني لان انا عندي مشكلة في صفحة الفيسبوك. سلام.